ازيكم يا بنات؟ النهارده مش بس هنقدم وجبة جديدة، لا احنا عايزين نطور ونجدد من ثقافتنا في الأكل وفي التغذية، سواء للأطفال أو للكبار. أنا معايا النهارده الشوفان، والكل اللي معيعرفش ايه هو الشوفان. الشوفان من الأغذية الرائعة جدا والمغذية جدا للكبار وللأطفال. الشوفان ليه فوائد علاجية كتيرة جدا. الشوفان بيحتوي على قيمة غذائية عالية للجسم وللصحة. الشوفان كمان بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المعادن والمواد المضادة للأكسدة ونسبة عالية جدا من الألياف، وكمان بيعتبر مصدر جيد جدا للبروتين. الشوفان كمان من الحبوب الكاملة اللي بتستوي بسرعة. طبعا في شوفان جاهز مش بشكل طبيعي، مليان نكهات مختلفة. أنا مش بفضل الشوفان ده لأنه بيكون مليان بالسكر، لكن احنا بنفضل بالذات مع الأطفال الشوفان المجروش الطبيعي، وده بيكون له طعم عادي جدا. ده شكله زي ما احنا شايفين، منتشر جدا في السوق وفي اي سوبر ماركت كبير هنلاقيه. وكمان بقى في عطارين كمان بقى عندها ثقافة الشوفان وبتبيعه، بس انا بفضل يكون معلب مش سايب علشان خاطر اضمن نظافته بشكل عالي وجودته. الشوفان اللي قدامنا دون بيكون له طعم عادي جدا، واحنا بنقوم باضافة بعض الاطعمة التانية عليه عشان يحلي طعمه اكتر وكمان يعلي من القيمة الغذائية للوجبة. يعني ممكن اضيف فاكهة مجففة او فريش او حليب، يعني بعلي من القيمة الغذائية للوجبة وفي نفس الوقت بحلي طعمه شوية. في اسئلة كتير بتتسأل، هل الشوفان بيتقدم للكبار هو اللي بيتقدم للاطفال ولا لا؟ الاجابة طبعا. الشوفان هو واحد اللي متواجد في السوق، هو حاجة واحدة. اللي بياكله الكبار هو زي اللي بنقدمه للطفل بالظبط، مع اختلاف طبعا طرق التقديم للوجبة. يعني مثلا للكبار ممكن يتاكل مجروش زي ما هو كده، بس بقدمه مع فاكهة. انا مثلا هقول لكم على طريقتي وانا بقدمه بتخليه حلو قوي. بجيب موز وبقطعه يعني شرايح كده او مكعبات او زي ما افضل يعني، وبغمسها في عسل ابيض، وبعدين بحطها في الشوفان، وبعدين ممكن ارش عليها شوكولاتة مبشورة او بندق او سوداني مجروش او اي حاجة عندي ممكن تحلي من طعمه. بيكون طعمه رائع جدا ومغذي وسهل قوي في تحضير، واقدر اقدمه كمان لو عندي ضيوف او ليا انا كوجبة فطار لو انا بعمل رجيم. لان في ناس فاكرة ان الشوفان بيتقدم بس او بياكلوا بس الناس اللي بتعمل رجيم. الكلام ده مش صحيح تماما، بالعكس. الشوفان للطفل بيزود الطفل او بيزود جسم الطفل بالطاقة اللي هو محتاجها للنمو، ومليان فوائد عالية جدا. فالشوفان رائع جدا للطفل. يعني في ناس فاكرة ان هو بس اللي بتوع رجيم، فانا لو اديته للطفل الطفل هيخس. بالعكس، الطفل محتاج لطاقة، والشوفان فيه كمية طاقة عالية جدا الطفل بيحتاجها وبيستفيد بيها من الشوفان. معايا كمان تاني من ضمن الطرق اللي بنقدم بيها للكبار، اني انقعه في اللبن واغليه على النار لمدة مثلا 5 أو 10 دقايق، وبعدين بضيف عسل ابيض. بعد ما بشيله من على النار بضيف عليه عسل ابيض او سكر، بتعامل معاه بالظبط زي ما بتعامل مع البليلة. وبيكون طعمه في منتهى الجمال على فكرة، وفيه قيمة غذائية عالية جدا. ولو حد كمان يعني حابب يبقى دي وجبة الفطار بتاعته دايما، بتبقى رائعة جدا. وبالنسبة اللي بيعملوا رجيم ممكن يعملوها برضو بنفس الطريقة دي، بس بنضيف سكر الرجيم بدل العسل او السكر العادي علشان يحل الطعم بدون اضافة سكر. في ناس تانية بتعمله شوربة جنب اللحمة او شوربة جنب اكلات وبتبقى اسمها شوربة شوفان. دي كده طرق مختلفة للكبار. اما بقى موضوعنا الاساسي النهاردة، انا حبيت اديكوا اضافة كده لو هنقدمها لينا احنا. اما لو انا هعمله للطفل او هقدمه للطفل، طبعا لازم يتم طهيه، ما ينفعش اقدمه مجروش كده. وانا هقولكم النهاردة على مجموعة وصفات مختلفة للشوفان عشان نقدمها للطفل ويكون في تنوع ويقدر يستفيد بفوائد الشوفان الرائعة جدا. طبعا يفضل طبعا اني لما اجي اجرب مع الطفل اي اكل في البداية
بتكون قليلة زي ما اتفقنا قبل كده، وزي ما احنا متعودين ان اي اكل بجربه مع الطفل بتكون كميات بسيطة وما ادخلش نوعين في نفس اليوم، وافضل مثلا اجرب فيها يومين او 3 ايام، وبعدين اشوف هل اقدر اميز لو في اي مشكلة حصلت له، لان وارد جدا ان يكون الطفل عنده حساسية حبوب القمح. فلازم اكون مراعية الجزئية دي. على الرغم يعني ان الشوفان بالذات من الاطعمة الامنة جدا ومش بتسبب حساسية، بس انا بفضل مع الطفل ان ابدأ بكمية بسيطة والاحظ لو في اي تغييرات بتحصل للطفل ولا لا. انا معايا كوباية مية وربع كوباية شوفان. هنحط المية على نار متوسطة، ولما تغلي هحط الشوفان فيها وهسيبها مع بعض شوية لمدة 10 دقايق مع التقليب المستمر. بعد كده اقدر اضيف عليها ممكن حليب مخصص للطفل، او حتى حليب لبن الام نفسه. يعني لبن الام نفسه ممكن لو متاح هي تقدر نحطه على الشوفان بعد ما يتغلي في المية ويدوب. وعلى فكرة الشوفان لما بيتحط في المية بيزيد قوي. ممكن كمان اضيف عليه موز مهروس، او لو مثلا الطفل بدأ ياكل زبادي بعد الشهر العاشر مثلا ببدأ برضو اضيف عليه زبادي، يبقى رائع جدا، وجبة غذائية متكاملة جدا. يبقى اذا انا حطيت الشوفان مع المية بعد ما غليت على النار، وبعد ما اصبح سميك او وحسيت انه استوى مع التقليب المستمر، حسيت بدأ خلاص يبقى شكله استوى، بنزله من على النار. وبعد اما يبرد اضيف عليه موز مهروس، زبادي، جوافة مهروسة، اي فاكهة الموسم اللي عندي، خوخ، كانتلوب، اي حاجة متواجدة عندي تحلي من طعمه ويبقى فيها قيمة غذائية. ممكن كمان اغلي مع المية اللي في الشوفان دي، اغلي مثلا احط تفاحية اقشرها واحطها فيها، وبعد ما تستوي بالشوفان اضربهم في الخلاط واقدمها للطفل. ممكن كمان اضيف على التفاح بالشوفان دون رشة قرفة، بتبقى عالية، يعني ليها تيست كده رائع جدا. ممكن كمان اضيف له اي نوع خضار او فاكهة بنفس الطريقة، او قدام شوية لما يبدأ الطفل ياكل لحوم اضيف له قطع اللحم او الفراخ المهروسة بعد ما تكون استوت كويس جدا طبعا، بهرسها خالص في الخلاط واحطها مع الشوفان، بتبقى رائعة جدا. بعد السنة كمان اقدر اقدمها للطفل على شكل كوكيز اعمله انا في البيت، وبيبقى طعمه رائع قوي والاطفال بتحبه، والطفل بيمسك كده في ايده ويقدر يأكل نفسه، بتبقى طعمها رائع جدا. ودي النهاردة كانت وجبتنا، حلقة دسمة جدا، وبصراحة بطلها هو الشوفان، وارشح لكم ويعني او احب اقول لكم يعني واشجعكم ان انتوا تاكلوها لاولادكم، لان فعلا طعمها جميل وليها فوائد عالية جدا، وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان يوصلك الفيديو الجاي.